في قديم الزمان وفي مملكة الأرقام كان هناك رقمين صديقين، الرقم 9 والرقم 4. كانا يلعبان دائما معا، يتسابقان ويتحديان بعضهما البعض في ألعاب الأرقام. في يوم من الأيام قرر الملك الكبير 10 أن يقيم مسابقة ظريفة بين الأرقام، وكان اسمها لعبة الطرح. الهدف من اللعبة كان بسيطا: أن نأخذ رقمين ونحسب الفرق بينهما. قال الرقم 9 بحماس: أنا جاهز لهذه المسابقة، سأشارك أنا وصديقي 4. فتقدم إلى المنصة وأعلن الحكم: الآن لنحسب الفرق بين الرقمين 9 و4. قال الحكم: الرقم 9 هو رقم كبير وصديقه 4 أصغر منه، لذا دعونا نرى كم سيبقى من الرقم 9 إذا أزلنا منه 4. قال الحكم. فكر الحكم قليلا ثم قال: إذا طرحنا من التسعة 4 يكون الناتج 5. 9 ناقص 4 يساوي 5. فرحت الأرقام كلها وقالت بصوت عال: واو! 9 ناقص 4 يساوي 5. وهكذا تعلمت الأرقام أن عملية الطرح هي إيجاد الفرق بين عددين أو إيجاد الباقي، وبأنها عملية سهلة جدا، وأصبحت اللعبة المفضلة للأرقام.